السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده انا جاي اتكلم عن موضوع عايز اتكلم فيه من غير سكريبت، من غير اي حاجه. في ظاهره غريبه بيحصل مع الناس كده، او لما تكون مثلا شخص انت عاشق لحاجه معينه، لما تكون الحاجه دي بالذات علم. فاهم انت ازاي؟ علم اللي هو ايه؟ تكون بتحب الفلسفه اللي هي المواد الدراسيه. ايوه انا عارف ان محدش يحب الدراسه. واحد بيحب مثلا الفلسفه، بيحب التاريخ، واحد كل كلامه يكون مثلا عن التاريخ، واحد كل كلامه يكون عن فلسفه، واحد كل كلامه عن الفيزياء، واحد كل كلامه عن الكيمياء، وغيره 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 وغيره. دايما احنا بنشوف النيرد او الدحيح اللي مثلا اللي بيكون معانا في المدرسه محدش بيقرب منه، او بمعنى صح محدش بيحاول يكون صاحبه، بيكون دايما معزول كده عن العالم. محدش يسال نفسه ليه ده بيحصل، او ليه النيرد دوت الدحيح اللي كل كلامه عباره عن منهج الدراسي او ايا يكن الناس ما بتقربش منه، او الناس بتقرب منه وقت المصلحه او وقت الامتحان، عايز يغششهم يظبطهم كده. ودايما ده منبوذ، هو محدش بيكرهه، هو في حاله بس الناس ما بتقربش منه. ليه ده بيحصل؟ الناس ما بتقربش من الشخص الدحيح ده. المفروض الناس تفتخر انها تصاحب حد دحيح، او زمان كنا بنقول كده ان حد يروح يصاحب حد دحيح او حد ذو علم ذو عقليه معينه، يروح يصاحبه عشان يعلي من شأنه. وده معروف اصلا في الصعوبيه، وده لحد دلوقتي موجود، انك انت لو صاحبت شخص اعلى منك عقليا او ماليا او يكن، هياخدك معاه انك انت تتاثر بيه. زي ما احنا بنقول كده، الصاحب ساحب. الصاحب لو هو وحش هيأثر عليك، لو انت شخص تتأثر باللي حواليك هيأثر عليك وش. لو هو بيشرب مخدرات هتشرب مخدرات، لو بيعاكس بنات هتعاكس معاه، لو بيعمل حاجات مش كويسه هيعمل انت كمان تعمل حاجات مش كويسه. اما الشخص ده مثلا دحيح، ولو صاحبته او شخص بيصلي مثلا، بعد كده هيجرجرك. فاهم انت ازاي؟ يقول لك يلا نصلي، فانت كده هتصلي معاه. هيقول لك يلا نذاكر، هتذاكر معاه. فاهم انت ازاي؟ طب ليه الشخص ده منبوذ على طول؟ محدش بيقرب، محدش بيكلمه الا في حاجات معينه، او مثلا بنسمعه ونسمع احلامه، رغم ان احلامه تحترمها، احلامه كبيره. مثلا عايز يسافر ياخد نوبل، عايز فاهم، تسمع كده منه الكلام تعجب ايه من الشخص ده. زويل قدامنا يا رجاله، تقعد تتكلم معاه تحس يا اخي انت في هاي كلاس، انت محاط بالشله المتخلفه، ده في اي بي. فاهم انت ازاي؟ انت كنت محاط باصحابك متخلفين، مع كامل احترامي. شخص تيجي تكلمه تحس ان هو في مستوى عقل تاني خالص، تحس انك انت قله. يكلمك عن اسامي ما تعرفهاش، يقول لك تكوين الهيدروكسيد، او يكلمك عن التاريخ او الفلسفه. وده يقعد لايه بقى؟ لحاجه نفسيه تماما. ليه الناس في العصر دوت اللي احنا فيه بقت بتحب تقرب من الشخص التافه، يطلع ويجري ورا الكلاب، الناس تموت فيه ويجيب ملايين ومش عارف ايه. يقول لك واحد اوتومونت لشانتر اي هورتي اللي اتقبض عليه من قريب دوت، وتعملوا لايكات ومش عارف ايه. تلاقي واحد مثلا زي الواد اللي اخترع النضاره ديت للمكفوفين، الناس كلها سقفت له، قالت له برافو برافو برافو. الواد ده شفناه بعد كده. طب الواد اللي اخترع مش عارف مروحه بتشتغل بتدخل ايه بالبطاريه، او عمل، احنا شفناه والناس سقفت له. هل سمعنا عنه قبل كده؟ لا. انا قصدي هنا مش في الدوله، مش في مصر بالذات، احنا قصدنا على كل العالم. الناس يعني الناس دي بتظهر والناس بتسقف لهم وتختفي. الاضواء بتتسلط عليهم بالغلط، تحس ان الاضواء دي اتسلطت عليهم كده بالغلط، ناس سقفت لهم. عارف زي اعلان جه في النص، عارف انت بتتفرج على الماتش، راح اعلان جه وعجبك الاعلان، بس انت بعد ما الماتش رجع تاني انت مش فاكر عندك كان بيتكلم، انت سقفت له كان عاجبك، بس الاعلان ده كان عباره عن ايه؟ انت فاهمني ازاي؟ الناس حقيقه مؤلمه لينا قوي 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 في العصر اللي احنا فيه دوت. الناس بقت بتحب تتوجه للتفاهه اكتر من الحاجه اللي تتعب دماغها، او الحاجه اللي ممكن ترفع من شأنها. انت مثلا جيت قعدت مع واحد، انت طبيعي اصلا لو انت تكلم واحد اعلى منك مستوى عقليا او اعلى منك ذو علم، مثلا شخص يفهم في التاريخ، ممكن شخص اللي يحكي لك في التاريخ ده يقول لك اسئله انت ذات نفسك تافهه جدا ما تعرفش تجاوب، اذا كان بقى عن بلدك، تاريخ اسلامي، ايا يكن. وتلاقيه الواد بسم الله ما شاء الله يرص الاجابات قدامك ويشرح لك ليه. فلسفه يقول لك ليه افلاطون الناس كلهم كانوا مضطهدين ومش عارف ايه، يرص لك اسئله، يرد عليك، يقول لك عشان كذا كذا كذا. فانت هنا تحرج تقول طب انا عرفتش ارد عليه. فانت تفكر ساعتها ايه اللي قدامك ده يفتكرك عبيط، او الشخص اللي هو اعلى منك ذو عقلا او اعلى منك مكانه في ذو علم يقول عليك الواد ده ماله، ده عبيط ده ولا ايه. وده تفكيرنا السيء. اللي قدام ما يفكرش فينا كده خالص. اللي قدامنا ممكن تقول ده بيستعرض عضلات، يا عم يا عم ده بيتربر علينا مش عارف ايه، يا عم بعد عني. اللي قدامك اللي فعلا اللي دماغه عاليه، او شخص ناضج بمعنى صح فكريا، علي يفكر بطريقه الاطفال، علي يقول اللي قدامي ده اقل مني ومش عارف ايه. لا خالص، هو كل واحد عارف، رحم الله امرئ عارف مقدار نفسه. كل واحد فينا مميز في حاجه. طبعا اللي عنده مخ عالي او ذو علم مش هيفكر كده خالص ان اللي قدامي ده اقل مني في حاجه. عنده رجله، عنده ايد، وعنده عينين زيي. هو اعلى مني في ايه؟ اعلى منه في التفكير. التفكير ممكن يجيبه عادي، ممكن بالعلم والاجتهاد يجيبه. ممكن يكون الشخص ده عنده ميزه احسن مني، ممكن الشخص ده يكون عنده تركيز وتفكير وبنيته، طريقه عقله، تركيبه عقله ممكن يغلبني. ممكن
في اللي انا عملته في سنه ممكن اجيبه في يومين. فاهم انت ازاي؟ لما اللي قدامك بقى ايه اصلا اتعود على التفاهه، متعود على الدوبامين السريع، متعود ان هو ايه خلاص يا عم جي يسلم الجوله من اول دقيقه، بيحسسني بان انا اقل منه. يا عم ده ازاي يعرف كل ده ازاي ده انا مش قدامه ولا حاجه. يا عم ده مش شايفني اصلا. انت لو قعدت مع الشخص ده وناقشته انتوا الاتنين بتفيدوا بعض، لو بتكلموا في حاجه معينه بتتبادلوا الكلام، بتتبادلوا المعلومات، هو بيستفيد وانت تستفيد. ايوه الشخص اللي انت فاكر نفسك تافه او ان اللي قدامي ده اعلى مني هيحتاج مني، ايوه ممكن يستفيد منك. انا بقول لك كده، الشخص اللي قدامك اللي انت فاكره منك اعلى يعرف الحاجات دي اوريدي، يعني ممكن يكونش عارفها اصلا، ممكن يكون بيستفيد منك وانت بتستفيد منه. خلينا للموضوع الاساسي، للموضوع بتاع التفاهه. خلصنا من ذو عقل وذو علم وذو خبره، نروح بقى على التفكير العام. ليه الناس ما بتقربش من النوعيه دي من الناس رغم ان هم ممكن يعلوا بيهم لمنطقه تانية خالص ويغير تفكيرك 180 درجه؟ ليه الناس ما بتقربش من الناس دي؟ ان الناس دايما على التيك توك نشوف مش عارف سوزي الاردنيه والناس التافهه ديت اللي جريئه قوي وقلبها واخدها، بس تافهه من الاخر، دوبامين رخيص وبتجيب ملايين مشاهدات، والناس دي بتكون متعه مؤقته. ايه اخر مره سمعنا عن مثلا كبدي تويلت؟ السلسله دي كانت مشهوره فشخ، ايه اللي حصل لها؟ محدش عارف عنها حاجه، ولا حد يعرف صاحب السلسله دي مات ولا لا ولا ايه اللي حصل، عشان اصلا مبنيه على التفاهم، مبنيه على الدوبامين السريع. خدت حاجه بتضحكك وخلاص، بعد كده ايه اللي حصل؟ نسيتها وخلاص، انتهت. فاتتك في ايه؟ ولا حاجه. اديتك زودتك ايه؟ علامتك حتى الانيميشن كان بيتعمل ازاي؟ علمت ايه غير انك انت تشوف عاده حمام بيطلع من راس بني ادم؟ يعني الناس بتحب تلمح حوالين شخص تافه عشان هو بكل بساطه تافه بيضحكهم. مثلا شخص ممكن يكون بيشتغل مثلا في اليوم 12 ساعه، بيجي 7 الصبح يروح 7 بالليل، يفتح الموبايل يتفرج على ايه؟ على تاريخ اسلامي، تاريخ اوروبي، حرب عالميه اولى، حرب عالميه ثانيه، هيهلك دماغه بمعلومات؟ لا، بكل بساطه عايز يتفرج على واحد يضحك، واحد بيعمل مقلب في صاحبه، واحد بيسرق فلوس من صاحبه بيعمل فيه مقلب، واحد بيكسر تليفونات. طب هو ليه العلم اصلا علينا تقيل؟ ليه احنا مش حابين نتفرج على الحاجات الساينتفك العلميه قد ما احنا نقدر نتفرج على التفاهات؟ بكل بساطه، هل انت كشخص تقدر تروح تلتزم بالجيم، او انت تقدر تروح تلتزم بالجيم بيرفكت قوي، روح تاخد تمرين الكارديو ساعه مع تمارين شاقه لجسمك؟ هتقول لي ممكن بس متعب قوي ومش عارف ايه، وتجيب لي اعذار. اقول لك تمام. طب انت تقدر تصرف فلوسك على حاجات تافهه فشخ، يجيب لك بيج ماك من ماكدونالدز تاكله تحشه؟ ايوه ما هتمزج، ده اكل بقى يابا ومش عارف ايه وجامد، وكل دي دهون وكل دي سعرات حراريه. الاكل حلو، الاكل صعب، ما انت ممكن تقعد تاكل 24 ساعه، تتمرن 24 ساعه؟ لا طبعا. الكفتين دول طبعا الجيم، لكن هيديك حاجه انت ما تتخيلهاش وتتوقعها. هيديك حاجه تخليك فخور بنفسك، هيديك الدوبامين اللي هو عارف انت الفرق بين بنزين 92 و95. فاهم انت ازاي؟ انت تاخد بنزين 95 تاخد حاجه تحسسك انك انت ليك قيمه، دوبامين غالي. انت تاخد بنزين 92 دوبامين رخيص، بتاكل فرحان بتتفرج على اليوتيوب، وزنك عمال يزيد. وخلي بالك الدوبامين الرخيص ده التبعيه بتاعته خطيره جدا، انك انت تاخد دوبامين رخيص مقابله هتاخد ندم شديد جدا 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 جدا. تقول لي ازاي عملت كده؟ ليه عملت كده؟ هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ رفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. مفيش مقارنه خالص. انت عقلك ماشي بالسيستم ده، دوبامين سريع وخلاص، انا مش مهم اللي يحصل بعديها، انهار هعيط هندم ندم ابن كلمه ممكن يخلينا انتحر، مش فارقه. انت شايف شخص اراجوز بيضحكك، هو مبسوط ان هو بيضحكك جدا وفرحان، بينما الشخص ذو علم ممكن يغير تفكيرك، ممكن يديك افكار. واقف هناك في الكورنر لوحده، الناس كلها بتسمع كلامه هي مش فاهماه، هو نفسه، صدقوني الشخص ده نفسه يعلم الناس اللي حواليه، نفسه الشخص اصلا ده اللي بيكون عنده فكر معين بيكون نفسه يقول للناس اللي حواليه. الناس بتتلم حول الشخص التافه. فاهمني ازاي؟ شلل المتنمرين بكره في المدارس او في الشغل في اي مكان. شله المتنمر دي عامله ازاي بقى؟ هو دايما يحب يعمل حركات طفوليه او تافهه قوي. في حاجه انت ممكن تحسها في الاشخاص دولت، ان هم مثلا بيحسوا ان هم عينيهم ديت عباره عن كاميرا يوتيوب. فاهم انت ازاي؟ واللي هو ايه، حاطط عينه الفيديو بتاعه في صاحبه ومتضايق مني قوي. فاهم انت ازاي؟ متخيل يعني دي كاميرا يوتيوب بيجري وراه، ومتخيل بقى من منظور صاحبه ومن منظوره هو بقى عامله ازاي الكاميرا ديت، وبيحط فلاتر ويحط موسيقى، كل ده في خياله طبعا. عارفين انتوا واحنا صغيرين لما كنا بنشوف مثلا فيلم السبايدر مان بنتين، كنا بنحب نعمل ايه ساعتها بعد ما نتفرج على الكرتون بتاع بنتين وسبايدر مان ده؟ كنا بنعمل ايه؟ كنا مثلا بنجيب خيط، نجيب مثلا ساعد قول لي ساعد بنتين. هو نفس الكلام بالظبط بيحصل معانا بس على كبير. فاهم انت ازاي؟ فاكر اليوتيوب ده كده ومتابعينه الخياليين، كل ده بيحصل في مخيلته وهو مثلا بيتنمر، او فاهم انت ازاي، او بيهزر او بيلعب معاك او ايا يكن. الناس بيضحكوا عليهم قوي، بيضحكوا عليهم اللي هم ايه، شايفينهم مرجوزات. هم بيفتخروا بحاجه زي كده، والخيال بتاعهم بيتعزز من حاجه زي كده.
وكانوا بيحبوا يستمروا في الحاجه ديت عشان فاكرين نفسهم ان هم كاريزما وبقى وكده. هو ده اللي سببه لنا السوشيال ميديا بتاعت اليومين دول، الخيال الزائف المريض ده، ومش هقول عليه غير كده. حاجه تانية، في ناس اللي هي الناس ممكن تكون خجوله شويه من موضوع الشتايم. في ناس ممكن تكون خجوله من موضوع الشتايم، اللي هو ايه، لما تسمع شتيمه من حد مثلا مشهور او حد مثلا على التلفزيون، تسمع شتيمه نوعا ما مش متعود عليها، تحس كده بخضه او ايه ده، او تضحك عينك ردت فعلها. والناس تقعد تضحك بقى على الشتيمه، ايه ده احنا ما توقعناش الشخص ده يشتم كده على الهوا مش عارف ايه. الناس تقعد فاهم انت، تشتم يشتم يشتم، هو شوف الموضوع بقى الناس حباه فقعد يشتم يشتم يشتم، والناس تضحك يشتم يشتم، الناس تضحك تشتم يشتم 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 يشتم. الناس من جواها بتبدا تقرف، بس هي بتضحك ضحك زايف، تقرف خلاص الشخص ده ماله في ايه، فاهم انت ازاي، بس بيضحكوا عليه. بس اول ما يبطل الشتيمه يتنسي تماما، يختفي، ما بقاش ليه وجود ولا حد يعرف عنه اي حاجه. وده اللي ممكن علينا نقول عليه في الايه القرانيه: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. بالظبط كده. زبد البحر بنشبهه بالناس التافهه، الناس اللي هي انت بتشوفه جميل قوي، زبد البحر جميل قوي من بره، ولكن من جوه مجوف فاضي. نفس الكلام مع الناس دي، جوفين من جوه، يفيدوك في حاجه، بالعكس هيسحبوك لتحت. وما ينفع الناس، المقصود هنا ميه البحر او الميه عامه اللي بتروي الزرع وبتروي عطش البشر، دي اثرها بيفضل مأثر في الارض لفتره. زبد البحر جميل، ولكن اللي فايده لا يستوون ابدا ابدا ابدا. فانت ما تخجلش انك انت تكون اقل عقليه من اللي قدامك، استغل اللي قدامك ازاي يخليك احسن منه. انت لازم تختار اصحابك بدقه. صاحبك دوت هيفيدك في ايه، هيديني ايه، هيعلمني ايه؟ هيعلمني ان انا ابقى تافه؟ هل هيعلمني ان ابقى متنمر؟ هل هيعلمني ان اشرب حاجه؟ هل هيعلمني اتفرج على حاجه مش كويسه؟ هل هيعلمني هل هيعلمني الالتزام؟ هيعلمني ان انا اصلي كويس؟ هل هيعلمني ان انا ازاي يكون لساني نضيف؟ هل هيعلمني اني اذاكر ازاي اكون احسن منه؟ هل استفيد منه ازاي، اسمع افكاره، اسمع عقله بيقول ايه، اسمع مثلا ازاي بيتعامل، مثلا لو انت في شخص مثلا في سن المراهقه ازاي بيتعامل مع امه وابوه في اوقات الضغط. انت اللي هتختار صاحب، وطبعا العباره اللي احنا بنقولها الصاحب ساحب، لو بيعمل حاجات وحشه هيسحبك معاه، لو بيعمل حاجات حلوه هيسحبك معاه برضه. وياما ناس اتغيرت مصيرها بسبب صاحبها، يعلمك الانتخه، يقول لك يا عم تعالى نلعب ماتش كوره وبكره حل الف حل، تعالى نبدا من بكره. نقول له طب تعالى نتعلم مثلا صنعه، يقول لك يا عم صنعه ايه، احنا خلاص كبرنا ومش عارف ايه. طب تعالى نتعلم لغه، لا 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 يا عم، لا صداعي ومش عارف احفظ، ودماغي اصلا كسول وانا كسول ودماغي مأنتخ، انا مش قادر اصلا، فاهم انت، انا مش عارف اتعلم انجليزي، مش عارف اقول هاو ار يو حتى. طب تعالى ننزل نتفسح، يا عم لا احنا معناش فلوس والدنيا مزنقه وكده والله. طب تعالى احنا عايزين في شغل قريب مننا هنا، فين، لا 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 يا عم لا انا مش. او ممكن لما بيحصل حاجه وحشه ليك يشمت فيك، ما تحسش ان هو بيوعيك يقول لك شوف لازم تاخد بالك بعد كده، لا يقول لك شفت انا قلت لك انا مش عارف ايه، قلت لك يا بقول انتخ سر الانتعه، ويقول لك حاجات غريبه كده. افتكر ان في ربنا. نسأل عن الوقت اللي احنا قضعناه في ايه، قضعناه مع مين؟ هل الوقت اللي احنا ضيعناه مع الشخص ده استفدنا منه في ايه؟ هل الشخص ده افادنا؟ الشخص ده كان سيء، وحش، حلو، اداني ايه، علمني ايه؟ ملنيش حاجه، يبقى خلاص كل وقت ضيعته على الفاضي. ودايما الحاجه اللي هتلاقي فيها صعوبه انك انت تعملها، تتعبك جامد وانت بتعملها، او نفسك دايما بتقولك بلاش نأجل الحاجه دي، احسن خليها بكره، كل مره بتأجلها لبكره، اعرف ان الحاجه دي اللي هترفعك لفوق خالص، هتعدي مستويات انت ما كنتش تتوقع انك انت تعديها. الحاجه اللي انت تقول لما يجي وقتها ابقى اتعلمها، الحاجه لما يجي وقتها ده اللي هو امتى؟ سراب. انا هبدا في شهر اكتوبر الجاي، بس النهارده هريح. شهر اكتوبر جه، حققت ايه؟ اصل انت عارف الاجازه جرت اجازه وكنت مش عارف ايه. لا، الكلام ده غلط. السبب في الكلام ده كله صحابك. هل صاحبك حفزك؟ هل صاحبك حكيت لصاحبك الكلام ده وقال لك ايه؟ قال لك اقعد زي ما انت، ولا قال لك ايه بالظبط؟ ولا طنشك، ولا اعتبر الكلام ده فكك منه؟ عامة قلت كل اللي عندي. لازم نصاحب الشخص
ليرفعنا مكانة وعلما وأخلاقيا لسانا. السلام عليكم.